اوعى تعمل زي ما بتشوف في الافلام، وتعالى اقول لك على الصح. لو واحد صاحبك قرص تعبان، هتروح بسرعه تحاول تقتل التعبان وتربط مكان القرصه، وبعدين تبدا تمص دم ببقك زي ما بنشوف في الافلام. وللاسف كل ده غلط وممكن يعمل له كارثه. اول حاجه لازم تعملها انك ما تحركوش بعنف، لان الحركه بتسرع انتشار السم في الجسم. وما تحاولش تقتل التعبان، لان هو هيجري وانت هتجري وراه، وكل ثانيه بتفرق. الافضل انك تصوره او تحفظ شكله. واوعى تربط دراعه او رجله زي ما بيعملوا في الافلام، لان الحركه دي بتمنع الدم من الوصول للعضو، وبتسرع من تاثير السم، وبتزود فرصه الغرغرينه. السم لو انتشر في الجسم هيبقى تاثيره ابطا. وكمان ما تحاولش تمص الدم ببقك، لان الفم فيه جروح دقيقه ممكن يدخل منها السم لجسمك، فبدل ما تنقذه ممكن تموتوا انتوا الاثنين. اللي لازم تعمله بسيط وواضح، خليه ثابت مكانه وما يتحركش، وحاول تفتكر شكل التعبان او تصوره لو قدرت، وتنظف مكان اللدغه بلطف بميه وصابون لو متاح، وما تحطش تلج ولا تحاول تشق الجلد مكان اللدغه، وارفع الجزء المقروص شويه بحيث يبقى يكون في مستوى القلب، واتصل فورا بالاسعاف او خدوا لاقرب مستشفى فيها مصل مضاد للسم. الاطباء بس هم اللي هيقدروا يحددوا نوع السم ويعالجوه صح. ما تنساش اللايك والفولو، ولو على اليوتيوب اشترك في القناه.